خديت بعض المنظمات اللي كيديروا في الثلاجة، لقيت هاد الشكالات هادو، وبقى لقيت بزاف ديال شكالات والأحجام مختلفة اللي كيتسدوا ولا كيكونوا محلولين بهاد الشكل هذا. كل حاجة غنخلي لكم الثمن ديالها مكتوب. خديت هادو حتى هما هي الكبيرة ديالها والصغيرة. المهم كاينه داك اللي كيدار فيها البيض، اللي كيديروا فيها القريعات، عطا الله الاشكال اللي غادي يسولني خديتهم من مرجان ديال بوسكوره، ما عرفتش واش كاع مرجان فيهم. خديت هاد لي بواط هادو اللي كيكونوا جوتابل، باغا ندير سيتروناد، وكذلك الا درت هكا شي ماكينه ديال الدجاج كنبغي هكا نديرهم في هاد لي بواط هادو. من بعد عندكم خديت الورقيات اللي غسلتهم. خديت هنايا هاد الورق ديال الباربه والخص هذا الاحمر. المهم اي حاجه عندكم. عندي هاد البواطه هذه اللي كتزيد تنشف. وكيفاش كنحافظ على الخص ديالي باش كيبقى لي مده طويله، كنغسلو كنديرو يتسقطر، من بعد كنحاول ضروري كما قلت لكم عندي هذيك اللي كتنشف، وكنديروه في شي سيرفيت وكنخليه حتى كينشف مزيان ما يبقاش فيه حس الماء. المهم هاد المنظمات هذا درت فيهم تما كما شفتوا، ديروا اي خضره بغيتو، انا غير بغيت نوريكم هكايا كيفاش كيجيو. ما كيبقى لكم الاختيار على حسب الرغبه ديالكم، كما قلت لكم راه كاين اشكال مختلفه اللي كيتحلوا، كما انا عجبوني هادو اللي كيتسدوا سيرتو باش ندير هكا الخص المعدنوس. شوفوا الخص ديالكم باش كتحافظوا عليه كديروا طبقه ديال الخص، وضروري ما كديروا ورق ديال الطبخ باش الا كان باقي فيه شي ماء ولا شي حاجه كيزيد يشرب لكم داك الورق ديال الطبخ. في كل طبخه كنعاود ندير ورق ديال الطبخ حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي. ونتمنى الفيديو يعجبكم.